طيب لو انت دخلت على الفيلم ده يبقى انت عايز تعرف انا ليه بقول كده على فيلم تاني، او عايز تسمعني بتكلم عن فيلم تاني وما تعرفش انا قلت ايه اللي جاب بقيه الناس. تمام، ففي السريع كده انا شايف ان فيلم تاني معتمد 100% على جيمك كريستوفر نولان. في مخيلتي يعني ان اللي حصل ان هو كان بيتفرج على اند جيم، سمع كلمه تايم هايست. What do you call it? Time heist? Yeah, time heist. Of course. قال لك بس ما اعملهاش انا ليه دي، وهو طالع شغل راديو. جت ناس جوعين، هوبا الفكره جات له، انا هعمل نفس الفيلم والعب جوعان. يا جدعان المشهد الافتتاحي الناس قايله بالحرف في اول فيكس، ذا بوليت جوز باك ان ذا جان والكلام ده كله. انا ما بقولش تاني فيلم وحش، تمام، بس قصه فيلم تاني بيزك فشخ. قصه اي حد اول ما اقول لك هايست هتقول لي كذا كذا كذا. يعني دي مش الفكره دي قبل الفكره الاولى، مش عارف ازاي. فانا دي مشكلتي معاه. قصه بيزك، انا معتمد على الجيمك، معتمد على اسمي ان هو هيبيع. ايا كان انا عملت ايه الناس هتخش ويقولوا الله اعظم فيلم في السنه ونولان ما بيغلطش وبتاع. دي حاجه. تاني حاجه الفيلم من ساعه ما نزل كان عليه هايب جامده جدا، تمام. اللي غايظني بقى واللي مخليني اعمل الفيديو ده دلوقتي ان الفيلم لحد دلوقتي عليه نفس الهايب، وفيلم صعب وفيلم مستحيل تفهم. انت ما تعملش فيلم زي تحداني ممكن اقول لك يعني ميتين امك ومش متفرج، وانت اللي هتخسر ايرادات مش انا. تمام، دي نقطه. تاني نقطه، الفيلم هو بيزك. انا عندي كام حركه صايعه هعملهم بالكاميرا، عندي كام تكنيك جديد عايز اجربه، عندي اي ماكس طبعا، تمام. كل ده جميل، بس دي قصه انتريجنج شويه، دي قصه انا لما اشوفها ابقى مهتم شويه. يعني مش شرط تجيب لي اعظم قصه في التاريخ، مثلا فيلم ذا جراند بودابست هوتيل، فيلم القصه بتاعته اللي حكيتها لك عاديه، يعني هتسمعها وتقوم باصص مكمل كلام مع اللي جنبك ولا اكن اي حاجه حصلت، بس عشان ويس اندرسون مخرج جامد، يعني جامد فشخ، خلاك الفيلم ده من اكتر الافلام اللي استمتعت اول ما شفتها في حياتي. ففيلم تاني يعني انا لو قارنته بده انا حسيت ان هي ستايل اوفر سبستانس. انا لو شفت اي فيلم هايست تاني هستمتع اكتر. انا لو شفت اي جزء من اجزاء سلسله اوشن، طبعا ده اوشن 8 واوشن 14، لو شفته ان ريفرس هيغنيني عن فيلم تاني. تاني انا ما بقولش الفيلم وحش، انا بقول اديني قصه اهتم بيها، اديني قصه يكون فيها تشالنج، يعني ابقى مستثمر في شخصيات على الاقل. لكن القصه كلها بيزك، القصه متوقعه. انا دلوقتي قدمت لك التكنولوجي دي، انا لو ما استخدمتهاش انا بقى قدام هيتقال على احمر. وانا دلوقتي داخل حته موسيقيه وبتاع وبقى في فايت وحد ان ريفرس، طبعا هتبقى انت في المستقبل. يعني دي قصه الفيلم، دي يعني واضحه يا جدع، واضحه من اول تلت ساعه. فموضوع الهايب اللي عليه دي معصبني أكتر، تمام. بس برضه انا ما بقولش طبعا ان نولان مخرج وحش. يعني نولان عمل ذا دارك نايت ده، لو عمل بعدها البدله هبقى تمام، يعني يشفع له اي حاجه زي ذا دارك نايت ده، تمام. فبس دول كانوا كلمتين كده محشورين في زوجي من ساعة تاني، ولسه متفرج عليه تاني وما قدرتش اقاوم. انا عمري الحقيقة دي حاجة فيجن، وده بالنسبة للجزء التاني. عايز بقى اتكلم بس دقيقة كده في السريع عن التشانل وعني شوية. انا بحب جدا اتكلم عن افلام واشوف افلام ومسلسلات، بس ماليش قوي في ان انا اعمل ريفيو ولا لاجدد فيلم والكلام ده كله. في ناس كتير قوي بيعملوا الموضوع ده واحسن مني بكتير طبعا، فيلم جامد من غير مونتاج بتاع افلام. الناس دي كلها انا ما فوتلهمش فيديو من ساعه ما بداوا، وبرجع اشوف فيديوهاتهم القديمه كل شويه، واول ما الفيديو ينزل لازم اخش اشوفه. يعني انا اقرب حاجه عايز اعملها الكلام ده اللي محمود اسماعيل بيعمله دلوقتي في من غير مونتاج. فبالنسبه للي جاي وبرضه عايز اتكلم عن افلام بتنزل مجهوله كام محدش بيجيب سيرتها. فبالنسبه للجاي لو شفت فيلم مجهول غريب كام، يعني في فيلم اسمه سمر في 69،
الفيلم ده انا كل اللي شدني ليه ان هو فيه تشارلي داي، بس دخلت شفته وكاتب له شويه نوتس كده وهصورها دلوقتي باذن الله. تمام. في برضه حلقه عن ايميتيشن جيم وايميتيشن جيمز سوري واوبنهايمر، وايه التشابه فيهم وانهي احسن والكلام ده كله. في حلقتين المفروض هصورهم مع ناس صحابي، حلقه عن تير ليست لكوينتين تارانتينو، وحلقه تانية لورد اوف ذا رينجز فيرسس هاري بوتر، زي ديبيت كده. تمام. كل دي افكار عندنا باذن الله. دي نقطه. تاني نقطه، اي حد عنده اي اقتراحات للتصوير للخلفيه للكلام ده كله قول لي واكتب لي وبتاع، لو حد يعرف يساعد اعمل ايه احسن كده يا ريت. انا بصور ب A24 ورينج لايت وفي اباجوره حطيتها ورايا بس. تمام. والمايك الجامد ده طبعا. وحاجه كمان، انا ما بشرحش اللي بيقول لي اسوأ شرح. انا لو بشرح والله هقول، بس انا ما بشرحش، فمش عارف اسوأ شرح ليه، بس تمام يعني. وبس كده، سلام عليكم.